السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما مع مطبخ هدى آية. اليوم إن شاء الله جبت لكم واحد طبق رائع ومميز، طبق اللمة الأحباب، اللي هو الكسكس المغربي بالنوع ديال الكسكس بالتفاية. أكيد غادي يعجبكم وروق إن شاء الله الأحباب ديالكم والضيوف ديالكم. إلا كنتوا أول مرة كتزوروا قناة كنتمنى أنكم تفعلوا الجرس وضغطوا على زر الاشتراك باش توصلوا بأي جديد. وإلا كنتم من متتبعي الأوفياء كنشكركم على التعاون ديالكم والبارطاج ديالكم والتعاليق الزوينة ديالكم، وشكرا لكم على المتابعة. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما مع مطبخ هدى آية. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم واحد الوصفة اللي هي كسكسو بالتفاية إن شاء الله. واحد صديقة طلبته مني في القريب العاجل ولبيت لها الطلب. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لها الكسكسو بالتفاية، بغات تقدموا للضيوف ديالها وعلى الراس والعين. أي طلب طلبتوه القناة ديالكم وأنا راه الإشارة غادي إن شاء الله نلبيها لكم على بركه الله. غنشوفوا المقادير اللي عندنا، نوجدوا بها الكسكسو اولا، من بعد ندوزوا للمرحله الثانيه اللي هي التفايه، غنحضروها بوحدها ان شاء الله. الدجاجه اللي فيها تقريبا 2 كيلو ربع نظفتها مزيان، حيدت منها الزفوريه كيف ما كتشوفوا نظفتها. هنا خديت واحد البصيله شلطتها هكا عشوائيا متوسطه. هنا عندي الحمص مرطب واحد الكميه. هنا غادي ندير واحد الربيطه ديال القزبور غسلتها مزيان وربطتها. هنا كيف ما كتشوفوا فليفله حاره، دائما عارفيني كنديرها في كونجيلاتور حتى كنبغيها كنجبدها. هنا عندي واحد الكيلو ديال القرعه حمراء او اليقطين. وهنا كتوابل غنحتاجوا معلقه ديال سكينجبير، معلقه مع مراش ديال الابزار، ومعلقه عامره ديال الخرقوم. هنا الملون لان هي عندها ضيوف، انا لاحظتوا في الاطباق ديالي ما كنستعملوش حتى كيكونوا جايين عندي الضياف عاد كنستعمل الملون لانه مضر بالصحه. هنا درت شويه الملون مليحه. ما توفرش عندي السمن البلدي او السمن الحار، ممكن ديري منه اختي واحد المعلقه باش يجيك لذيذ. هنا حكيت واحد 2 حبات ديال الطماطم، حكيتهم على هذا الشكل وخليتهم. والاكيد اللي ما نستغناوش عليه زيت النباتيه وزيت الزيتون. ندير واحد الكاس مناصفه على بركه الله. نمروا المراحل. غنجيبوا شي اناء ونحاول نمزج هاد التوابل. الا كان عندك الوقت غادي نصب فيها التوابل نمزجهم ونضيف واحد القليل من الماء، تقريبا واحد نصف كاس. قلتي الا كان عندك الوقت غادي تشرم لي الدجاج ديالك واحد الساعه قبل وتخليه يرتاح الا كنتي مزروبه به. ممكن ديريه في نفس الوقت. ندخلوا العطريه الاماكن اللي ما تيوصلهاش الدجاج بهذا الشكل. نستعملوا الايدي ديالنا وفي الصدر كيف العاده. نحاولوا ندخلوا العطريه هنا ديالنا. والاهم هو اننا نجمعوا الفروج ديالنا بهذا الشكل. نخالفوا الرجيلات وندخلوهم هنا، اولا نجيبوا واحد البلاستيك ونحكموهم مزيان باش يبقى شادنا لافور ديالو. على هذا الشكل ناخذ طنجره الضغط ديالنا. هنا نوضعوا فيها البصيله، نتمنى يكون واضح لكم. نوضعوا التوابل
نشعلوا النار. نضيفوها الطماطم ونخليوها تقلى تشحر نوعا ما، نخليوه على هذا الشكل يتشحر ونرجع لكم باش نكملوا باقي المراحل. والان بعد ما تقلى لي الدجاجه ديالي، درت زدت الماء، ضفت الماء، غادي نضيف زيت نباتيه، غادي نضيف هذا الحمص اللي عندي، هذا الربيط، هذا القزبر ومعدنوس، وهاد القريعه. وإلا توفرات شي معلقه ديال الطماطم مركزه ممكن تضيفوها. حتى هي كتعطي لذة الكسكسو ديالنا. هذا زيت الزيتون. صافي غادي نسد دابا الطنجره ديالي وندوز الكسكسو نحضرو باش نديرو الفور. هنا الكسكسو ديالي خديت تقريبا كيلو ديال كسكسوط القمح ممتاز، وبسبستو بالزيت، وغادي نرشو بالماء كما وجدت ليا طنجره البرمه كما كنقولوا كسكاس. يسخن الماء يغلى باش نديرو الفور، نخليه يشرب ومن بعد نكملوا باقي المراحل. بعد ما كيشرب داك الماء اللي سقيناه به كنحلوه بهذه الطريقه. وبغيت نحرق لكم حتى مرحله حيت رغبات لي وقالت لي عافاك هدى انا مبتدئه. الصديقه ديالي كانوا جات تحيه من هذا المنبر، فاطمه الزهراء، وجايين الضياف وخا شرحت لها بغاتو فيديو. مرحبا على راسي وعينيا. كنحلوه بعد ما كتكون غلات لينا البرمه ديالنا كما كتشوفوا على هذا الشكل. البخار تيطلع ونحاول نديرو غير باش ندير انا درت الكسكس ديالي في الفرن هنا بهذه الطريقه. الطرجه ديالي ها هي هنا تخديت واحد المقله اللي درت فيها الزيت، وهنا شويه اللوز درته في الباس سخون وخصو، وغادي نديرو في الزيت بارد. دائما اللوز يدار في الزيت بارد باش يتقلى حتى من الداخل. غادي نزين به ونخليه يتقلى. والان الاخت ديالي بالنسبه للصفايه غادي ناخذ واحد الكميه مهمه من البصله نديروها شرائح على هذا الشكل، واحد 3 الحبات الكرنفل في الطاس
وهنا عندي العنب مجفف او الزبيب اللي رطبته تقريبا ساعه في الماء العادي. وهنا عندي نفس التوابل اللي درت في المرق ديالي. عندي الملحه، الخرقوم، الابزار والسكينجبير. الاضافه الوحيده اللي درت هي القرفه، واحد المعلقه القرفه. وهنا ندير حتى لاخر مرحله غادي نضيف عسل النحل. بسم الله على بركه الله والزيت على بركه الله. غندير معكم الطريقه. نحاول انني نشد لكم ناخذ تجاره بسيطه ولا تكون واضح. بسم الله. غندير زيت نباتيه وغادي ندير هاد البصله حتى تنزل. النار راها مهيله، نخليها هكذا. غنضيف غير الملح ونغطي عليها واحد المده ديال 10 دقائق ونرجع. من بعد ما نزلات ليا البصيله ديالي غادي نضيف لها هاد التوابل. التوابل اللي انا وجدت. وغادي نضيف هاد العنب المجفف على حسب الكميه، كتبقى على حسب افراد الاسره. ومن بعد غادي نضيف المرق من المرق ديال الكسكس ديالي. بعد ما فتحت على المرق ديالي وجدت وطاب. وحتى هذا راه سر من الاسرار باش كتجينا التفايه لذيذه. وصافي غادي نسدو على الطنجره ديالنا. الكسكسو ديالنا وجدنا نخليوه جانبا. كنوضعو الكسكسو بهذا الشكل. كناخذوا الميها فيها شويه الملحه وكنسقيوه وهو سخون. اللي مقدرش ممكن يستعمل شي ملعقه خشبيه. وبنفس الطريقه نخليوه يرتاح حتى يتشرب وعاد نرجعوه في الكسكاس. بعد ما دازت ربع ساعه تقريبا حليت على الطنجره ديالي، لقيتها بهذا الشكل. خاصها غير تشرب يعني جاهزه. غادي نضيف نحليها بهذا العسل النحل. ممكن نتوما الا ما كانش توفرش ديروا واحد القليل من السكر. الحلاوه تتبقى على حسب كل واحد. ونخليوها حتى تشرب لينا مزيان حتى تنشف. نخليوها على نار مهيله حتى تنشف. دابا اخر مرحله غادي نعاودوا الكسكسو ديالنا والغدا ديالنا واجد. كما كتشوفوا قاديت الفروج ديالي على هذا الشكل. وغادي نقاد القريعه ديالي حتى هي. انا درت كميه ديالي انا ووليداتي، واللي عندهم ضيوف او كذا يديروا الكميه اللي غادي
تقد للضياف. نسقي الكسكسو ديالي، نسقيه مزيان، عاد نكمل باقي المراحل. ندير التفايه ديالنا تمشي على هذا الشكل. وفي هذا الاثناء قاديت الحمص ديالي على هذا الشكل، وزيدت بعض الانصاف ديال البيض المسلوق حتى هما ضفتهم باش يعطيونا منظر للطبق ديالنا. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالي، وبالصحة والراحة. الى فيديو قادم ان شاء الله.